السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز. حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا وعليكم بإذن الله. وربنا يا رب يزيح الغمة اللي موجودة في فلسطين وفي السودان، وترجع كده الدنيا احسن من الاول بفضل الله. حبيت بس النهاردة كده نتكلم مع بعض ونقول ان الكريسماس مش هو النيو يير، او ان احنا الناس اللي بتحتفل يوم 31 12 ان ده كده بالنسبة لراس السنة. لا، في ناس بتقول ان ده عيد الكريسماس. لا، هو ده عيد وده عيد. بالنسبة للكريسماس ده بيكون عيد عند اخواتنا الاقباط. طبعا بيكون من يوم 24 ديسمبر لغاية نهار 25، بيكون عيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح. ده بالنسبة للدول كلها، بس بالنسبة ل 12 دولة وبرضه من ضمنهم مصر بيحتفلوا بيها من يوم 6 يناير لنهار 7 يناير. بتكون في صلاة في الكنيسة، وبيكون عاملين أكل وبيخرجوا وبيلبسوا، بيبقى في أفلام في السينمات. بيبقى عيد. طبعا كل سنة وانتم طيبين. وطبعا الهدايا دي بيكون الراعي الرسمي بالنسبة للشكل اللي بيتوزع بيه. هو بيكون بابا نويل أو الأمير نيكولاس. أنا كنت أعمل لكم من كام سنة القصة بتاعته، أو إن هو الشخص ده بيعمل إيه. هحطه لكم برضو في صندوق الوصف لو حد عايز يرجع ويشوفه. إنما يوم 31 12 ده بيكون ليلة راس السنة. مش راس السنة، يعني بداية السنة الجديدة الميلادية. احنا بنهني بعض وبنتمنى لبعض الخير، وبنتمنى ان الايام بتاعتنا تمشي في احسن حال. مش بشرط ان انا بعمل زي حد او حد بيعمل زيي. احنا كلنا في حتة واحدة وكلنا في مكان واحد. كلنا بنتمنى الخير لبعض. ربنا يعدلنا الايام دي على خير، وكل سنة وكلكم وكل حبايبكم طيبين وبخير. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في خلال سنة 2024 كل المشاكل تمشي ما يبقاش في مشاكل خالص، ولا عندنا ولا عند اي دولة تانية. اشوفكم على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.